3 طيور لو شفناهم في المنام اعرفوا إن كلّهم خير، تعالوا نعرف إيه هُم. أول حاجة الحمام، لو شُفنا الحمام في المنام دي من الحاجات الجميلة اللي بتعبّر عن الخير، يعني الحمام بيعبّر عن في بشارة حلوة جاية أو في خبر حلو هاسمعه، بالذات الحمام الأبيض، لو حمام أبيض لو لقيتِ عندِك حمام في البلكونة، حد ادّاني حمام، عندي حمام في البيت، يعني الحمام في كل أحواله بيعبّر عن الأخبار السارة اللي ممكن أسمعها. تاني حاجة الفراخ من الحاجات الجميلة وبالذات لو الفراخ بيضا، برضه الفراخ بتعبّر عن إيه، عن الرزق الوفير وعن في خير جاي لِك إن شاء الله، يعني حلمت إن حد بيدّيني فراخ، إن أنا باطبخ فراخ، إن في فراخ عندي في البيت، كل ده رزق وخير جاي لِك إن شاء الله. وطَب لو حلمت إن الفرخة بتبيض، ده بشورة خير، لو أنتِ مستنية حمل دي بشرة خير إن شاء الله هيبقى في حمل. الصقر، تالت حاجة الصقر، الصقر برضو من الطيور الجميلة اللي لو حلمنا بيها بتعبر عن القوة، بتعبر عن الانتصار، بتعبر عن هو حلو عامة في كل حاجة. ولو واحدة مثلا حامل وحلمت ان هي شايفة صقرة وحد بيديها صقرة وعندها صقر في البيت، ده دليل ان شاء الله ان هي تخلف ولد بإذن الله. والله أعلى وأعلم.